السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده يا جماعة. واحدة كلمتني فبتقول ان ميعاد دخلتها قربت، فراحت خدت صاحبتها، صاحبة عمرها يعني، مرش تاخد اختها، فراحت حجزت كوافير، وراحت الفوتو سيشن حجزته برضو، والميك اب ارتست، وعملت كل حاجة مع صاحبتها. فبعديها باسبوع لقيت ان مساعدة الميك اب ارتست بتتصل بيها، بتقول لها انتي لغيتي الحجز ليه؟ انتي على فكرة لو انتي لغيتي الحجز الم... المقدم هيروح عليكي، الفلوس انتي دفعتيها دي هتروح عليكي. فقالت لها لا، ما لغيتش، الفرح زي ما هو والميعاد زي ما هو. قالت لها لا، ده حد اتصل بيا من رقم كذا واديته لها ولغى الميعاد. فانا قلت اشوفك لو عندك ميعاد تاني ممكن ايه اجلهولك، يعني مش نلغيه، عشان لو لغينا المقدم هيروح. قالت لها لا، مفيش حاجه زي كده. فالمهم راحت راجعه على القاعة وده وده وده، كله ده ملغي، ورقم الموبايل بتاع صاحبتها. فراحت جابتها فقلت لها انتي عملتي كده ليه؟ انا ما خدتش اختي وخدتك انتي ازاي تعملي فيا كده؟ فراحت قالت لها ايوه، انتي ازاي تتخبي وانا لا؟ ازاي تاخدي واحد زي ده وانا لا؟ قلت لها انتي صاحبة عمري وما خدتش اختي وخدتك ازاي تعملي فيا كده؟ قالت لها ما انتي جالك شبكة واتجوزتي وانا لسه، وانا احلى منك، وانتي ما ينفعش انتي تتخبي قبليا، ما ينفعش انتي يجيلك واحد زي ده ابن ناس زي ده، وانا لا، انا احلى منك واغنى منك وده 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 وده. فابتديت انا وثقت فيكي انتي وما خدتش اخواتي وانتي معايا في كل حاجة، ازاي تغدري بيا وتعملي فيها كده؟ ففعلا بجد بجد احنا في زمن محدش امن لحد. الغدر بقى في كتير، ويعني هي غيرانة منها وحقد، ويعني ليه؟ ما كل واحد بياخد نصيبه. ايه المشكلة؟ ما انتي النهاردة ان شاء الله دي اتجوزت، انتي بكرة تتجوزي ان شاء الله، هيجيلك نصيبك برضه. ربنا مش مخلي مدي كل واحد على قده، ولسه النصيب ما جاش. لكن تغدري بصاحبتك دي، ما خدتش اختها وخدتك انتي. فمحدش بيعمل كده. ولا احنا في زمن ايه يعني؟ محدش يثق في حد، ومحدش يعمل حساب لحد، ومحدش يراعي حد. لا، مش كده برضه. احنا برضو لسه في ناس كويسة وناس جدعة وناس أصيلة، مش كله وحش ومش كله حلو. فكل واحد بقى ياخد باله من اللي حواليه، وما يديش الأمان قوي، وما يطمنش لحد قوي. يلا وسلام عليكم. وشوفوا انتوا برضو قلنا ايه كومنتاتكم، اكتبوا في الكومنتات ايه رأيكم، احنا في زمن بقينا عامل ازاي، ربنا ايه يسترها علينا. يلا سلام عليكم في حلقة جديدة.